اخطاء في الميك اب تجنبيها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. اللي ما عرفنيش اول مره يشوفني، انا لينا ايهاب ميك اب ارتست. النهارده هنعمل مع بعض اخطاء في الميك اب لازم تتجنبيها وما تعمليهاش يا حبيبتي خالص خالص يا ماما. وعموما دي حريه شخصيه ليكي، بس احنا زي ما في الصح في الاصح. شايفين دي الناحيه البعيده خالص، انسوها. دي الناحيه الغلط ودي الناحيه الصح بتاعها. لو حابين تشوفوا ايه الغلط وايه الصح في الميك اب وحاجات لازم تتجنبوها وما تعملوهاش عشان شكلكم ما يبانش اكبر وشكلكم ما يبانش كأن في تكتلات في الميك اب كتير في وشك، كملي الفيديو ده للاخر. ولو مهتمه ازاي الميك اب بتاعك ما يخططش وازاي الميك اب بتاعك ما يكلكعش والحاجات دي كلها، برضو كملي الفيديو للاخر، هيفيدك جدا على فكره. وما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناه بتاعتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وبحبكم جدا. ويلا بينا بقى نبدا الفيديو ده عشان انا زهقت بصراحه. اوكي، انا هقسم وشي كده. هنخلي ده الجنب الصح وده الجنب الغلط بتاع الغلطات. اوكي، اول حاجه هنبدا بالحواجب، وهي اننا هننشط حواجبنا، ودي ما فيهاش اي ابداع او الناس يعني ما بتغلطش فيها. اوكي، في اللي بيمشط برضو في اللي ما بيبشطش، على حسب كل واحد. بس الغلطه هنا في ايه؟ ان احنا نختار لون مصحح للحواجب اسود، مش لون حواجبنا خالص. يا اما نختار لون فاتح قوي يا اما بنختار، والاغلب ان احنا بنختار لون غامق. طيب، ففي ناس شايفه ان شعر حواجبها غامق فبتقوم مختاره لون اسود صريح، فهتبتدي تحدد بيه الاماكن الفارغه اللي في الحواجب وتبتدي تضلل باسود. والغلط التاني ان هي بتاخد من الراس للديل، واصلا المنطقه دي ما ينفعش تكون كثيفه قوي كده بالشعر ده، لازم تكون خفيفه جدا هير باي هير، مش تكون بالمنظر ده. تيجوا بقى احنا كده شفنا رسمة الحواجب بالشكل الغلط، تعالوا بقى نشوف الرسمة الصح بتاعتها ازاي. استخدم جل الحواجب بتاعي من Blending Beauty، وابتدي اشبع الشعر الاول بالصوب كده. تبقى حواجبك عريضة كده، تشوفي كل الناس ماشية وحاجبها عريضة كده وحلوة وثابتة، طب انتي كمان حواجبك عريضة زيهم، مش حد احسن منك. لسه كمان ما اتظبطتش. هستخدم جل الحواجب بتاعي من Ever Beauty، وفي الحالة دي هاخد الدرجة البني مش السوداء. تمام، وابتدي بقى املى الفراغات بتاعتي. ما باجيش هنا خالص فوق عند الراس، انا بس باخد من تحت الخط ده بظبطه. ما باجيش فوق خالص عند الراس هنا كده، بس لو هي بسيطة جدا حابة اني اشعرها اكتر بالشكل ده. بقى مرحلة الكونسيلر، وهي ننضف فوق وتحت الحاجب من مايت سينما، والحركة دي هعملها في الحاجبين وهتشوفوا ساعتها الفرق بين الحاجب ده والحاجب ده. نيجي بقى للحاجب التاني ننضف برضو، وهي انها بقى بتجيبوا الكونسيلر هنا كده من قدام، تحط كمية كتير جدا وبننزل اهو. ماشي اوكي، حددنا الحاجب. نرش عليها نقطة فيكس سبراي عشان تسهل معايا دمج الكونسيلر اكتر. اوكي، وهبتدي ادمج بقى. اوكي، نيجي للعين التانية، وادي الحاجب التاني. اول ستيب هي الحواجب. شايفين الحاجب ده مرفوع ازاي وده وسع للعين
وطبعا غير ان هو عريض وده يعني رفيع، شايفين ده ادى وسع للعين ازاي وسحبه، وباين الحاجب تخين ازاي، شايفين ده واخد العين وساكح بيها لتحت كده. اوكي، وانتوا بالامانه احكموا يعني، قولوا لي انتوا مثلا بتفضلوا انهي. لو انتوا مثلا عارفين الاثنين، ممكن في ناس تكون بتفضل ده عارفه ده بس بترتاح في ده اكتر شكلها، فقولوا لي برضو انتوا حبيتوا انهي حاجب. نيجي بقى لستيب 2. اوكي، الاي شادو بيز هبدا بيه معاكم من باليت مايت سينما. الناس اللي بتستخدم الاي شادو بطريقه غلط، وهي انها تختار اللون البيز غامق الاول تصدم بيه العين وتخض بيه الناس، يعني سواء على الصبح على بالليل في اي وقت. انا مش عايزه، انا يعني عايزه اقول لكم، انا مره في الجامعه شفت بنت حاطه جليتر كده كله جليتر، اللي هو انا عايزه اقول لها ده لو انا رايحه فرح مش هعمل كده. ايه ده بقى، ايه الجليتر الاورنج ده كله، كانت حاطه جليتر اورنج. مش عارفه اقول يعني، مش عارفه اقول لها ايه. نفسي اقول لها اغسلي وشك يا بنتي والله، بس ماشي الله يسهل لها بقى، ما بحبش اتكلم على حد. اوكي، هبدا بالناحيه الغلط برضو الاول، وهاخد اللون الغامق ده. انا يعني هعمله على كشميريات او حاجه خفيفه كده، مش هعمل يعني في اي شادو، مش موضوع كبير يعني. اوكي، وهي انها بقى تاخد اللون الغامق اول حاجه. عارفه والله يا بنتي انت صعبتيه على نفسك، يعني انت لو كنت خدتي في الاول اللون الفاتح وبعدها تدرجتي في الالوان كنت هتسهلي على نفسك انك تدمجي صح. بتحطه بالطريقه دي. كانسل. اوكي، هنكمل بقيه العين طيب، وبعد كده نشوف هنعمل ايه في العين التانية. هي حبت تفتح الدنيا فخدت اللون البيربل ده وحطيته قدام. الاستخدام الصح بقى هو اننا ناخد اللون الفاتح ده او ده، بس احنا ناخد افتح حاجة. احنا لو هنعمل حاجة في الالوان دي كده الاربعة دي، فهاخد افتحهم، وهو ده هيكون الاي شادو بيس بتاعي في الاول. هاخد ده، شايفين كده العين بقى فيها كذا تدرج كده وكل الوان مدموجة في بعضها يعني. انتوا احكموا، انتوا حابين اني اكتر. للستاب اللي بعد كده وهي الايلاينر، وهستخدم الايلاينر بتاعي من بريتي وومن. اوكي، نعمل برضو الناحية الغلط الاول. اوكي، وليكن احنا خدنا هنا كده الطرف، وهبتدي بقى ادخل. اوكي، هبتدي بقى ارسم العين كلها. للجانب الصح وهو طريقة رسم الايلاينر. اوكي، الوينج ما يكونش عريض، يكون رفيع جدا، وبرسم لنهاية العين بس. شايفين ده ساحب العين ازاي، شايفين ده ساكح العين ازاي، وانا اصلا عيني مبطنه، يعني اللي هو انا مش محتاجه لكل ده، اللي ايه بقى ده كله. فالناس اللي عينيها ضيقه زي حالاتي، او عينيهم مبطنه، او اللي هما بيضحكوا عينيهم بتقفل، احنا مش محتاجين كل الخط ده، احنا محتاجين النهايه. واصلا دلوقتي الشياكه يعني بيخلي سنك صغير ان انت تعملي طرف لبره بس كده، تسحبي العين من بره. ولو انت حابه تعملي مد مع عين اوكي، مش حابه اوكي لحد الان. برضو لو في حد عنده رأي تاني يكتب لي تحت في الكومنتس ويقول هو بيفضل انهي طريقة اكتر. نيجي بقى لمرحلة اللاشز، ودي محدش مختلف عليها. اللاشز اللي بيعرف يركبها صح، واللي ما بيعرفش يركبها خالص. فهلبس اللاشز صح في العينين.
اوكي، هروح البس اللاشز وارجع لكم تاني على طول. ولو حابين تشوفوا انا بلزق الرموش ازاي، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس، خشوا شوفوه. هتلاقوني بقى بوريكم بالخطوات والتفاصيل ممله، وازاي تتعاملوا مع الرموش، والرموش لو طويله تعملي ايه، كل حاجه، وتظبطي شكل الرمش على مقاس عينك. اوكي، هروح بقى البس الرموش وارجع لكم تاني. جبت اللاشز، وبعد كده زي ما انتوا شفتوا العينين، شايفين دي برضو مسحوبه لتحت، ودي طالعه كده لفوق وشكلها مسحوب وجميل. اوكي، نبدا بقى في الوش ستيب 4. اوكي، هرطب الجنب ده واحط فيه البرايمر، واجهز بشرتي من الاخر قبل ما احط فيها اي حاجه، اللي هي الناحيه الصح. الناحيه الغلط ما فيهاش اي حاجه من الكلام ده، بيحطوا على طول الفاونديشن او الكونسيلر على طول بدون اي حاجه، لا ترطيب ولا برايمر ولا اي حاجه، المسامات ولا الكلام ده كله. فانا هبتدي ارطب الاول الجنب ده. انا يجرالي حاجه لو ما رطبتش وشي كده قبل ما احط اي حاجه عليه، او لو مش هحط حاجه ما اقدرش انزل كده من غير ما ارطب وشي حرفيا. وارطب ايه بقى، ارطب كويس جدا كمان، سواء حاطه ميك اب او مش حاطه ميك اب. انا بحب ارطب وشي تكون جاهزه للميك اب كده، مش طست لزق على طول الميك اب. تحت العين والمسامات وكل الحاجات دي، اكتر حاجه انتوا نفسكم هتشوفوا افكت الميك اب في الناحيه اللي عليها ترطيب وعليها اللي هي من الاخر عديناها للميك اب، والناحيه اللي خبط لزق على طول ميك اب. هتشوفوا شكلها على البشره هيبقى عامل ازاي كمان. اوكي، هجيب برايمر الفاونديشن بتاعي من بريتي وومن، وابتدي بقى احط في المنطقه دي علشان المسامات بتاعتي اقفلها. وتحت العين يا جماعه كمان انا عايزه اقول لكم بيسهل جدا كمان معانا في الدمج، لما بنيجي ندمج كونسيلر فاونديشن اي حاجه، يعني هيبقى الموضوع سهل، مش هيبقى رخم كمان في الدمج. استخدم الفاونديشن بتاعي من ديور، وابتدي بقى احط على الناحيه اللي انا اوريدي مرطباها. هو في والله متفضحناش بقى يعني، ايوه كميه قليله، مش عايزين كميه كتير. اوكي، هنا بقى هنحط كميه كتير علشان الناس بتقول كتري. هبتدي ادمج الناحيه اللي انا يعني من الاخر ظبطتها. شايفين الدمج معايا اندمجت الدنيا بسهوله ازاي. انا ما حطيتش كميه كتير، انا قلت هحط كميه بحيث يبقى شكله لايز على البشره. حاطه كميه خفيفه، وما حبيتش اني اعمل ببراش الاول علشان مش عايزاه من ميديوم لهاي يعني، فاللي هو كده احسن. كده الكفرج بتاعته مناسبه جدا، تناسب كمان بالنهار، اللي هو الناس اللي بتحبش تبان قوي ان هي حاطه ميك اب، تقدري تحطي فاونديشن بكميه قليله، وشفتي هيبقى شكله طبيعي جدا على البشره، ومش هيبان كانك حاطه فاونديشن. دي الناحيه اللي ظبطناها، شايفين البشره سموث اصلا ازاي. شايفين الناحيه دي فتحت زياده عن اللزوم، واصلا شكلها الافكت بتاعها على البشره كتير كده مش حلو، عكس الناحيه دي لايت جدا وما يبانش ان احنا حاطين فاونديشن، تبان كده ناعمه الدنيا معانا. اوكي، نيجي بقى للستيب 5. الكونسيلر اللي استخدمته معاكم في الاول وهو من مايت سينما، هبتدي احط في الناحيه الصح هنا كده وهنا. ولو في هالات بنحط لون اورنج او احمر، دي معروفه. اوكي، او كونسيلر درجه اغمق شويه، وبعد كده بنحط اللون الفاتح، بس انا الحمد لله ما عنديش فكنسل المرحله دي. نيجي بقى هنا، هي الناس بتعمل ايه، تحط في الحته دي كلها كده كونسيلر، المثلث كمان بتاع زمان اهو، عشان مبقاش حرمتكم من اي حاجه اهو. ماشي، مش هنختلف فيها.
نيجي بقى للناحية التانية، ندمج الكونسيلر. حطينا كمية طبعا كتير جدا اللي الناس بتستخدمها، تحط في العين كلها وتحت العين، وبتوصل الكونسيلر لغاية هنا كده الخط بتاع الدموع. ف اهو نيجي لستep 6، وهي مرحلة التنت من مايت سينما. اوكي، الدرجة اللي يحب يعرف درجة 102. اوكي، هستخدم، انا بحط التنت هنا كده، وانا يعتبر كده كترت. هاخد منه برضو نفس الدرجة، تملى الخد كله تاني. اوكي، احنا عادي ممكن نحط على المناخير، وهنا عادي، دي ما فيهاش اختلاف يعني. اوكي، لا هنا كده بصوا الدمج هنا بيبقى على الدقن نفسها كده. تمام، هثبت وشي وارجع لكم. دي ما فيهاش اي ابداع ولا فيها اي اخطاء من اي حد. هثبت وشي وارجع لكم تاني على طول. لسه ما خلصتش الفيديو وانا بثبت وشي. شايفين الجنب ده ما فيهوش اي خطوط؟ شايفين هنا؟ علشان ما رطبناش وما حطيناش برايمر والحاجات بتاعتنا دي كلها، لذلك ادي اول خطوط من قبل حتى ما يعني ايه ما خلص الفيديو، يعني حتى الفيديو ما خلصش. فهنبتدي بقى نثبت، ومهما برضو حتى ثبتنا هيبان ان في خطوط، هيبقى المنظر ده. بصوا هنا غير هنا خالص، هتلاقوا مكسره كده. البلاش، لما نيجي نحط بلاش، الناس عاده بتحط البلاش، انا بشوف يعني والله العظيم بشوف حاجات مش في الشارع ده، في الجامعه كمان، اللي هو ايه ايه بقى، بلاقي الناس يعني اللي هو انت كل ما تحمري اكتر يعني ده هيبان خجلك وكسوفك ولا ايه؟ انا مش فاهمه كده حرفيا. انا بشوف الناس ضربه وشها يعني في الخلاط. بس لهم بقى خفيف، وادي السحبه كده اهو. عايزه تاخدي من هنا كده حته، اوكي. شايفين هنا الدنيا مسحوبه وحلوه وكل حاجه واخده وش رايق كده، مش ده. بالنسبه للهايلايتر ده، احنا يعني مش محتاجين احنا نخلي وشنا كله جليتر، احنا نحط في اماكن اللي احنا عايزين نعمل فيها اضاءه بس. بالمناسبه الهايلايتر بتاعي من أفرة، هحط في الاماكن اللي عايزه اخلي فيها اضاءه فقط، وهي المنطقه دي. لو عايزه مكان لما اجي اضحك كده زي ما انتوا شايفين، والنوز طبعا. مرحلة الروج بقى، ودي ستيب نمبر 8. وهنا هنيجي نحط الروج مباشرة على الشفايف. انا مش هتكلم بقى عشان ايه نظبط الشفايف. هنا في الحالة دي اخترنا لون الروج يكون نفس لون الاي شادو بالظبط، وكبرنا البق والدنيا زي ما انتوا شايفين الاتنين لون واحد. اوكي، التصويب ده بقى هنعمل ايه؟ هجيب قلم بني وابتدي احدد بيه الشفايف. نفس اللون. اوكي، هحط منه على خفيف جدا كده من جوه. بقى الحاجة تانية مهمة جدا، وهي الكحل الاسود. ودي مصيبة سودا، بيقفل العين مش بيقفلها، بيخليها دك، وخاصة برضو العيون المبطنة اللي زي حالتي. هنستخدم في العين دي كحل اسود، نكون شفنا ايه الغلطات اللي موجودة عندنا والتصحيح بتاعها، عشان يبان شكلنا ناتشورال اكتر وشكلنا يكون احلى. وعموما هي الميك اب ده حرية شخصية، يعني انت تقدر تستخدمي الحاجة انت بترتاحي في الموضوع ده، الحاجات دي الجو ده، اوكي اعمليه. بس ده يعني زي ما في الصح في الاصح. ف
احنا بنقول ان ده غلط، بيبين شكلك اكبر، بيبين كأن في حاجات في الميك اب مش صحيحة. لكن انت مرتاحة في شكلك في الجو ده، اوكي. اهم حاجة ثقتك بنفسك، وانك تكوني يعني شايفة نفسك حلوة، دي اهم حاجة بس. وده كده الشكل هنا كده، دي الناحية ودي الناحية البرفكت. وبس كده يا حلوين، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه بتاعتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتس، وقولوا لي حابين اعمل لكم افكار ايه تانية جديده، وقولوا لي حبيتوا انهي ناحيه بصراحه. بس كده وباي باي.